السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى كامل تكونوا بخير ان شاء الله وتكونوا كامل في احسن الاحوال. الفيديو تاع اليوم وصفه تاع حلويات، يعني تاع حلوه حلوه بسيطه وراقيه، تجي اروع ما يكون. هي حلوه اقتصاديه وحلوه نقدروا نديروها يعني هيك حلوه يوميه، القهوه تاع دايما، وكما نقدروا نديروها للعيد وللمناسبات، ولا يعني كي يجونا ضياف. علاه لا يعني كما راكم تشوفوا الشكل تاعها راقي وحلوه بزاف بنينه. انا سميتها صابلي النوغا. تجي فيها الكو تاع النوغا تاع الكاوكاو اللي ناكلوها برا. ويعني هاد الحلوه صدقوني اللي كلاوها كامل قالوا لي غير حطينا الوصفه تاعها في القناه هكا باش نستفادوا منها كامل. عجبتهم كامل يعني الوصفه. يلا هانتوما الا حبيتوا تجربوها تاني تبعوا معايا الطريقه والمقادير. انا هنا دايره مقادير مضاعفه، وفي صندوق الوصف باذن الله حندير لكم المقادير تاع 3 حبات بيض، يعني نصف تاع هاد المقادير. انا درت يعني قيس تقدروا تقولوا 2 سنيوات. هنا عندي 6 حبات بيض، كاس كبير كاس عادي يعني تاع 250 مليلتر زيت نباتيه. عندي 7 ملاعق كبيره عسل، وحوالي نصف كوب تاع سكر. انا كان عندي السكر البني استعملته، ماشي ضروري كامل يعني تقدروا تستعملوا اكيد السكر العادي. عندي 3 ملاعق كبيره نشاء و3 ملاعق كبيره حليب بودره. هادو ما همش ضروريين، هادو ما اختياريين، يعني اذا حبيتوا الحلوه تاعكم تجيكم هشيشه بزياده ديروهم. اذا حبيتوها تجي شاده روحها وتجي كيما نقولوا شاده روحها مقرمشه برك، تقدروا تستغنوا عليهم اكيد. وعندي 2 مغارف صغار فانيليا ورشه ملح، و4 باكيات تاع خميره الحلوى، الخميره الكيميائيه ما يعادل 40 غرام في المقادير هذه المضاعفه. وعندي هنا 250 غرام مارغرين، واكيد طحين باش نطموا العجينه تاعنا. طريقه العمل: في بول ولا يعني الحاجه اللي حابين تخدموا فيها، حطيت الزبده والسكر وخلطتهم مليح. اكيد ما ماشي ضروري نستعملوا البيتخا، تقدروا تستعملوا الباتور اليدوي ولا الفوي انا ما، ولا حتى بيدكم، يعني ما هيش حاجه ضروريه. برك اذا خدمتوا بيدكم ولا بالفوي تاع اليد خلطوا مليح. كيما شفتوا لهنايا راني نضيف المقادير، ضفت الزيت وزدت البيض، وشاك فوا يعني نحطوا حاجه نخلطوها مليح بهذه الطريقه. هنايا ضفت العسل. هنا بالنسبه للحلاوه انني منقصه يعني في الصابلي هذا، مانيش دايرته حلو بزاف لانه الطبقه الفوقانيه تاع النوغا حتجي حلوه بزاف. اللي يحبوا الحلاوه بزاف وحابين يديروا الصابلي هذا مع بالك حشو من الفوق واحد اخر، ولا تحبوا تضاعفوا كميه العسل والسكر ضاعفوا باش يجي لكم الصابلي تاعكم محلو. مي انا ما نحبش حلاوه بزاف، يعني حلاوه اللي من الفوق تكفي. المهم هنا كما راكم تشوفوا حطيت باقي المكونات، حطيت آه الفانيليا والحليب بودره وعاود خلطهم. بعد ضفت لهنايا المايزينا والفرينه والخميره الكيميائيه. الخميره غربلتها، بعد بقيت نطم في العجينه تاعي حتى تحصلت على هذا القوام، تقريبا القوام تاع الصابلي، يعني ما تكونش العجينه تاعنا كما نقولوا ناشفه بزاف ولا طالقه روحها بزاف. المهم لهنايا انا حنخدم بهذا الاطار. نتوما اكيد تقدروا تخدموا في سنيوه، انا موالفه نخدمها في سنيوه. من اليوم حبيت نخدمها بالاطار باش تجيني سهله في التقطيع. انا موالفه نخدمها في هاد سنيوه ولا سنيوتين تكون عاليه. المهم هنايا لازم السنيوه تاعكم تكون عاليه في الاطراف، وما كان له بابي كويسون. تقدروا تخدموها بلا بابي كويسون، احسن نخدموها بلا بابي كويسون باه كي تقطعوا يعني حتجيكم سهله، باش يتقطع لكم البابي هذاك. المهم كيما قلت لكم لازم تكون عاليه في الطرف، لانه حنديروا الطبقه تاع صابلي وموراها طبقه تاع الطبقه تاع النوغا تاع الكاوكاو. المهم حطيت هنا بابي كويسون وبديت نحل في العجينه تاعي. انا هنايا ديت تقريبا اكثر من نصف الكميه تاع العجين. المهم نتوما لهنايا كما قلت لكم شوفوا على حسب الصينيه اللي حين تخدموا فيها، وعلى حسب السمك تاع العجينه، تحبوه رقيق ولا خشين. انا درتو تقريبا السمك 1 سنتيم تاع العجينه و1 سنتيم تاع النوغا، هكاك جات شابه يعني كيف شفتوها في البدايه. المهم حليت العجينه تاعي، درت لها الاطار وسقمت العجينه تاعي مليح داخل الاطار، ومن بعد تقبتها هكا بالفرشيطه. لازم تقبوها باش ما تطلع لناش العجينه في الفرن كي نحطوها طيب. وما يمكن نحطوا الطبقه هذيك تاع النوغا، يعني العجينه تاعنا حتتشرب هذاك العسل. المهم بعد ما كملت العجينه تاعي كامل، جبت هاد الصينيه، انا حنطيبها في الصينيه هذه بالمقلوب. نرفد هذاك البابي كويسون
ونحطه فوق الصينيه بهذا الشكل هكذا. نرفدها بالعقل برك ونعاود نسقم الاطار هذاك. هذا مليح يعني الاطار هذا اللي يكبر ويصغر هايل يساعد بزاف في الخدمه يعني، وتقدروا تستفادوا منه بزاف يعني عده مقاسات. المهم دوكا هكا بعد ما سقمتها مليح ندخلها للفرن على 170 درجه تقريبا، بين 160 170 درجه، ونخليها طيب في غطها وخليوها طيب مليح. هاد الحلوى قد ما حين تحمروها مليح قد ما حتعطيكم نتيجه احسن. بعد ما دخلت الحلوى تاعي للفرن هنا حنوجد الطبقه اللي من الفوق، يعني كي تقرب الطيب الحلوى تاعنا باش نوجدوا هاد الطبقه. هنا عندي كاس تاع عسل، ملعقه كبيره زبده ولا مرقارين، الا كانت عندكم زبده تاع البقر يكون احسن اكيد. وهنا حنضيفوا الجلوكوز. هنا الجلوكوز عندنا بين 4-5 مغارف، انا درت 5 مغارف كبار تاع جلوكوز هكذا باش يجينا سهل باش نرفدوه، يعني نشمخو يدنا مليح في الماء ومن بعد نرفدوه بالاصابع تاعنا هكا. هذه طريقه باش نرفدوا الجلوكوز تاعنا. المهم حطيت الجلوكوز تاعي ومن بعد درت هذا الخليط كامل فوق النار وبقيت نحرك فيه حتى دابت لي كامل الزبده وغلى لي هذا الخليط وداب لي هذاك الجلوكوز كما راكم تشوفوا. بعد هنا نضيف حلوه الترك. حلوه الترك انا حطيت تقريبا نصف كوب، تقدروا تروحوا من نصف كوب حتى الكوب، يعني نتوما والرغبه تاعكم تحبوا يبان الكو تاعها بزاف ولا غير شويه. بعد ضفت الكاوكاو. هنا ضفت تقريبا 4 كيسان تاع الكاوكاو، بين 3 كيسان حتى 4 والله مش فيت. المهم يعني تحصلوا على هذا القوام تاع الحشو. انا وزعت هذا الحشو لهنايا على الحلوى تاعي. هنا عطاتني طبقه رقيقه اكيد. هنا اللي يحبوا يديروا غير طبقه رقيقه تكفيكم هكا، مي انا حبيت الطبقه تاع الحشو اللي من الفوق يجيني عالي. صافي عاودت ضاعفت المقادير درتهم بالكاوكاو افيلي. انا ما كانش عندي بزاف كاوكاو افيلي على بها درت طبقه بالكاوكاو يعني عادي مطحون، وطبقه عاودتها بنفس المقادير كما راكم تشوفوا بالكاوكاو افيلي. هنا نتوما لكم الاختيار. انا كما قلت لكم ما كانش عندي كميه كبيره وحبيت الطبقه تاع الكاوكاو افيلي تجي من الفوق تبان تجي شابه. نتوما عندكم غير الكاوكاو نورمال ديروا غير كاوكاو نورمال، عندكم كاوكاو افيلي بزاف تقدروا ديروها. يعني انا ضاعفت المقادير. الا حبيتوا تجيكم هكا طبقه خشينه كما درت انا صافي نديروا 2 كيسان عسل، 10 مغارف جلوكوز، كاس تاع حلوى الترك، يعني المهم نضاعفوا المقادير. المهم هنايا سقمت كامل هذيك الطبقه تاع النوغا سقمتها مليح، ومن بعد ضفت لها شويه كاوكاو افيلي هكا من الفوق باش يجي باين، وحطيتها تبرد. هنا الاحسن نتوما خليوها تبرد ليله كامله باش تشد روحها، والصابلي هذاك يشد روحو ما يتكسرلكمش كي تكونوا تقطعوا فيه. مي انا كي كنت مزروبه على جال التصوير خليتها غير 2 سوايع وقطعتها، يعني ما كانت شاده روحها لدرجه انه هذيك الطبقه الفوقانيه انا قطعتها وهي عاودت لصقت. المهم قطعتها مكعب مربعات كما راكم تشوفوا، وهذه هي النتيجة. أنا زينتها من الفوق بالفراولة والكيوي المجفف، درت لهم يعني عسل مع جلوكوز، سخنتهم وحطيت فيهم الفراولة والكيوي ومن بعد زينت بهم هكا باش يعطيونا طبق الفواكه تاعنا هذيك تجي تلمع. المهم نتمنى ان شاء الله يكون وصلت لكم الوصفه. راني مريضه وصوتي يعني راه باين بلي عيان من الصباح، وانا نعاود في هذا المونتاج غير باش يخرج الصوت شويه مسقم. ان شاء الله يكون خرج مليح. المهم هذه هي الوصفه، نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها واكيد راح تعجبكم انا متاكده. واكيد طبقه تاع الكاوكاو هذيك اللي ما يحبوش الكاوكاو يقدروا يبدلوها باي نوع تاع مكسرات، لوز ولا خليط بين مكسرات. مي العشاق النوغا تاع الكاوكاو نقول لكم ديروها بالكاوكاو راح تجي لكم هايله هايله. هذه السنيوه الثانيه اللي خدمتها درت لها طبقه غير رقيقه تاع النوغا ديك اللي من الفوق. يعني هنا حبيت نوريكم يعني تقدروا ديروا كيما حبيتوا، ماشي لازم تكون طبقه عاليه. انا هذه يعني صراحه موالفه كي نديرها دائما ما نديرش طبقه عاليه بزاف. مي اذا حبيتوها هكا المناسبات كما قلت لكم العيد ولا جايينكم ضياف ولا الاحسن نديروها طبقه باينه حتجيكم شابه، كما نقولوا زيد تعطي فخامه للحلوه تاعكم. شوفوا هنا قسمتها لكم كيفاش تجي. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء تاعكم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم والى الملتقى ان شاء الله.